السلام عليكم ومرحبا بكم معايا فيديو جديد. نتمنى ان شاء الله تكونوا كلكم بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم ثلاثه الانواع ديال المعسلات الاكثر طلبا في رمضان الكريم، سواء للطلبيات بالنسبه للناس اللي كيخدموا لي كوموند او حتى هكا كنحضروهم في البيوت ديالنا كيكونوا حاضرين بكثره في الطاوله الرمضانيه. تشوفوا معايا ان شاء الله بلغات بجنجلان بطريقه اللي هي سهله وجد مبسطه ومقادير مضبوطه واقتصاديه في نفس الوقت، وكتخرج كميه وفيره جدا. وغنشارك معكم ايضا مقروط ديال الفران اللي كيجي خطير البنات، كيدوب في اليد قبل الفم، كيجي رائع بزاف. غادي نعطيكم ان شاء الله جميع الاسرار والنصائح بالنسبه للناس اللي ما كينجحش ليهم المقروط في الفران. حتى هو غيكون ان شاء الله بطريقه سهله ومبسطه جدا جدا. وايضا غادي نشارك معكم ميني كنافه بالنوتيلا اللي حتى هي كيكون عليها الطلب بزاف بزاف، بالخصوص هكا السهرات الرمضانيه. المهم كيكون عليها الطلب صراحه بزاف. تبعوا معايا اخواتي الفيديو حتى الاخير ان شاء الله، غتشوفوا معايا كلشي بادق التفاصيل. غادي نشارك معكم حتى ثمن البيع ديال كل حاجه، الكميه والوزن، المهم ان شاء الله كلشي غتشوفوه في وسط الفيديو. غير ما تبخلوش عليا اخواتي بلايكاتكم كيف ديما، الله يجزيكم بخير. ما تنساونيش بلايكاتكم وتشجيعاتكم للقناه. ديروا لايك، راه ما تخسروا حتى شي حاجه غير باش تشجعوني وتحفزوني هكذا انني نشارك معكم اي حاجه خدمتها. وما تبخلوش عليا ايضا بتعليقكم الزوينه اللي كتفرحني بزاف بزاف. واللي اول مره كتزور القناه كنقول لك اختي مرحبا بك والف مرحبا. اشتركي فعلي الجرس باش دائما توصلي بجديد الفيديوهات ديالي. ويلا نبداو بسم الله على بركه الله. اول حاجه غنبدا بها معكم فغنبدا بتحضير المقروط، لانه هو اللي خصني نبسو ونخليه يرتاح واحد شويه عاد نقدر نخدمه. غادي نحتاج فيه هنا في المكونات 3 الكؤوس ديال السميد. استعملت هنايا كاس ديال السميد المتوسط الخاص بالحرشه والبسبوسه، هذا كيكون متوسط ماشي رقيق وماشي الغليظ. واستعملت 2 الكؤوس ديال السميد الغليظ كاع، يعني راه كاين المتوسط وكاين الرقيق وكاين الغليظ. المهم 2 ديال الكؤوس يكونوا عامرين مقببين مزيان ديال السميد الغليظ، وكاس ديال السميده المتوسطه. هذا ديال الفران ضروري ما نخلطوا فيه السميده الغليظه مع المتوسطه. اما بالنسبه ديال المقله فما يحتاجش، نقدروا نستعملوا غير السميده الغليظه. وغادي نحتاج هنايا نفس الكاس اللي عبرت به السميده غادي نعبر به كاس ديال الزبده تكون مذوبه مزيان. انا استعملت هنا زبده من اصل حيواني، غير شنو هي الكاس ديال الزبده ما يكونش عامر كيف ما السميده. عندي هنا 2 معالق ديال الدقيق الابيض ضروري منهم، ومعلقه صغيره ديال القرفه ورشاشه الملحه. غندوز دابا باش نبسس هاد العجينه ديال المقروط كما قلت لكم في الاول. خلطت هنايا النواشف كلهم مع بعضيتهم في الاول. غادي نحاول هكذا انني نمزجهم باش كيتبسسوا لي هكذا مع بعضيتهم، باش يجي هكذا كله داك السميد كله مخلط مع ديك الدقيق والقرفه. صافي من بعد ما تخلط لي المكونات كاملين غادي نضيف دابا الزبده. بالنسبه لي انا استعملت زبده من اصل حيواني، لان على حسب الطلب ديال الكليانه ممكن تستعملوا غير المارغرين الا بغيتوا ديروا غير المارغرين راه كتبقى نفس النتيجه. صافي هنايا كما لاحظتوا معايا من بعد ما درت الزبده حاولت هكذا انني نبسس بها داك السميد كامل كله، لبستو بديك الزبده. خاص داك السميد كله يتلبس بالزبده. وغادي نغطيه بواحد البلاستيك غذائي ونخليه على جنب على الاقل واحد المده ديال ساعتين، والا كان عندكم الوقت خليوه حتى ليله كامله غيكون احسن، لان شحال ما ارتاح كيعطينا نتيجه زوينه. غندوز دابا نحضر العجينه ديال التمر. غنحتاج فيها هنايا المعجون التمر. انا دائما كنخدم بهذه الجوده رائعه صراحه، كتحسوا بحال كتاكلوا التمر طبيعي، يعني التمر ديال الدار مفورينو على يديكم. المهم هاد العلبه الصغيره فيها 500 غرام، انا استعملتها كامله، ولكن ما غنحتاجش ديك 500 غرام كلها في هاد الكميه ديال المقروط، غتبقى لي واحد الكميه قليله. غادي نحتاج معاه واحد المعلقه كبيره ديال الزبده نفس الشيء تكون من اصل حيواني، ومعلقه صغيره ديال القرفه تكون ممسوحه. غادي نمزجهم مزيان مع بعضيتهم كيف ما كتلاحظوا معايا حتى كيتخلط ديك الزبده مع العجينه ديال التمر. وغادي نضيف عليهم واحد 3 المعالق هكذا كبار ديال ما الزهر باش غادي نزيد نجمع هاد العجينه ديال التمر. ضروري من هاد الكميه ديال ما الزهر، لان التمر اللي غندخلوه للفران خاصو يكون شويه خفيف، ما يكونش قاصح كيف ما المقروط اللي غادي نطيبوه في المقله. هنايا غتلاحظوا بحال ديك العجينه بحال كتلصق هكذا في اليد، وهكذا خص يكون القوام ديالها. وغندوز مباشره باش نشكل هاد التمر على شكل حريبلات. انا هنا غادي نديرو هكذا حرابل، لانني غادي ندير المقروط اللي كيتقطع بالموس. الا كنتو غديروا ديال الطابع بحال كيف ما سبق ليا وخدمته معكم، غديروا هكذا كويرات صغيره توزنوها بنفس القياس تقريبا هكذا 8 ولا 9 غرام،
وكتخليوها على جنب باش كتعمروا بها المقروط. لكن هذا غادي نديرو متقطع بالموس، داكشي علاش درتو حرابل بهذا الشكل هذا كيف ما كتلاحظوا معايا. غادي ندير الكميه اللي غادي نحتاج، تقريبا غنحتاج واحد 5 ولا 6 ديال الحريبلات بهذا الشكل هذا كيف ما كتلاحظوا معايا. غادي نخليهم على جنب باش يشدوا شويه راسهم، ونرجع للخليط ديال السميده اللي خليته ارتاح تقريبا هنا واحد ساعه ولا ساعه وربع. صراحه ما كانش عندي الوقت بزاف باش غادي نخليه يرتاح واحد المده طويله. هنايا كيف ما غتلاحظوا معايا ديك السميده فاش كتجمد عليها الزبده كترجع تقصح. غنعاودو نحلوها مره اخرى بحال كنحلو كسكسو كيف ما كتلاحظوا معايا غير باليد ديالنا صافي. ومن بعد فاش كنحلوها كامله غادي نجمعوا العجينه ديالنا بالماء وما الزهر. تقريبا استعملت انا واحد كاس ديال العنبه ديال الماء الزهر وكاس ديال العنبه ديال الماء اللي جمع ليا هاد الكميه ديال السميده. بالنسبه للمجموع ديال السميده تقريبا راه كانت عندي واحد 650 غرام هكذاك اولا 700 غرام في المجموع. صافي من بعد ما ضفت داك الماء وما الزهر هانتوما كيف ما كتلاحظوا معايا كترجع عندي هكذا واحد العجينه اللي كتكون خفيفه، ما خصهاش تكون قاصحه، ضروري ما خصها تكون خفيفه. غنخليوها غير واحد 5 دقائق راه غترجع تشرب وتنشف صافي. وديك الساعه راه نقدروا نخدموا بها كيف ما بغيتو. بالنسبه للمقروط اللي كيدخل للفران كيختلف شويه على المقروط ديال المقله. اول حاجه هو ان العجينه خصها تكون خفيفه باش يجينا المقروط رطب، لان الا كانت العجينه قاصحه بزاف راه غيجينا المقروط قاصح. السميده راه ماشي هي الدقيق العادي، السميده خصها شويه د الماء صافي. وهنايا غادي ندوز باش نشكل هكذا المقروط ديالي. كيف ما لاحظتوا معايا خديت واحد الكميه ديال داك الخليط ديال السميده، حربلتو هكذا شويه ما بين يديا وشكلته على شكل بودان كيف ما كتلاحظوا معايا. كنبسطو بيديا وكندير له واحد الحفيره من الوسط اللي غير بالاصبع ديالي، وداك الحفيره اولا ديك الساقيه اللي كتكون في الوسط كندير فيها داك الحربول ديال التمر. ومن بعد كنرجع نجمع عليها دوك الجناب ديال العجينه كيف ما كتلاحظوا معايا، وكنرجع نسد داك الحربول اللي عندي باش التمر كيبقى غير لداخل ما خصوش يبقى يبان على برا. وكنرجع نحربلو مره اخرى، وفي نفس الوقت انا كنزيد نرققو واحد شويه باش ما يبقاش غليظ هكذاك بزاف. انا غنرقق واحد شويه ونقاد هكذا داك الحربول مزيان. من بعد غادي ناخذ هذا الطابع هذا، ممكن تاخذوا اي طابع متوفر عندكم، وحتى الا ما كانش عندكم بحال هذا خذوا غير الموس، قطعوا المقروط غير بالموس، ما يحتاجش نهائيا انكم تستعملوا هذا الطابع هذا، غير هذا كيعطي هكذا واحد الجمال ديال المقروط ديالنا. ما كانش عندكم استغناو عليه. المهم بالنسبه لهذا الطابع هذا غير كنضغط عليه مزيان مزيان وكيعطينا هكذا الشكل ديال ديك الرشيمه اللي كتكون في الطابع. راه فيه بزاف ديال الاشكال وانواع كثيره، خذوا اللي لقيتو في السوق ممكن تاخذوه صافي. ومن بعد غادي نقاد دوك الجناب حتى داك السميد الا كان هكذا خارج شويه مع الجناب اولا داك الزائد راه كنحيدو بواحد الموس وصافي. كنقطع المقروط ديالي بالشكل العادي اللي كيكون على شكل معين اولا كيف ما بغيتو ديروا تقدروا ديروا اولا شكل مربع، وراه معروف هذا هو الشكل ديالو كيكون الشكل ديالو معين. كتاخذوا واحد الموس اللي كيكون ماضي واحد شويه وصافي وكتبداو تقطعوا، راه ساهل باش يتقطع. هنايا كنحاول انني نحسب دوك الخطوط باش نديرهم قد باش يجيو هكذا الحبات قد بعضيتهم. المهم بالنسبه للتقطيع راه ساهله، غير كتقطعوا كتضغطوا عليه وكتجبدوا بالموس صافي. وهكذا كيكون المقروط واجد صافي. وكنحيدو هكذا من فوق الطاوله ديال العمل بكل سهوله. هانتوما شوفوا كيفاش كيجي الشكل ديالو مقاد راسو براسو، حتى الا كان هكذا شي بلاصه ما مقاداش ولا راه كنقادوها صافي. ومن بعد فاش كنحيدو هكذا من فوق الطاوله ديال العمل راه كنوضعو في واحد اللاطه اللي كتدخل للفران. ما كندهنا ما حتى شي حاجه، غير شنو هي ملي كنستفو في اللاطه فكنستفو هكذا ملاصق مع بعضيتو باش داك التمر ما يتحرقش ليا ويجي يابس مع الجناب، لان في الفران يقدر ينشف التمر ويتحرق اولا يبس ولا. داكشي علاش انا كندير هاد الطريقه ديال كنتكي وحده على وحده باش دوك الجناب كيجيو مسدودين، يعني داك التمر كيبقى من الداخل ما كيوصلوش داك النار اولا ديك الحراره اللي كتكون كثيره باش ما تحرقش لينا التمر، لان التمر الا تحرق راه غيجي قاصح مع الجناب وما يجيش الشكل ديالو زوين صافي. وهكذا كيف ما كتلاحظوا معايا كنستفوا هكذا في اللاطه. وهنا بالنسبه لدوك الجناب ديال دوك الحرابل اللي كيبقاو بحال هكذا راه كنقيهم، كنحيد داك السميده بوحدها وداك العجين ديال التمر بوحدو، وكنرجع داك السميده مع السميده اولا داك العجين مع العجينه وكنخدم به بكل سهوله صافي. هكذا غادي نستمر حتى كنكمل ديك الكميه ديال العجين اللي عندي كامله بنفس الطريقه اللي شاركت معكم باش ما يجيش الفيديو طويل ونبدا نكرر في المراحل. وهنايا من بعد ما ساليتو كامل كما لاحظتوا معايا راه كله تكيتو هكذا على بعضيتو، غادي ندخلو دابا للفران. الفران كان ديجا مسخن عندي من قبل، النار كتكون
متوسطه، ما تكونش نار مهيله وما تكونش مجهده. اللي عندها فرن كهربائي غديروا على 200 حتى ل 220 درجه، تشعلوا عليه من الفوق ومن التحت في نفس الوقت، اولا شعلوا غير من التحت ومن بعد رجعوا شعلوا من الفوق. انا عندي فرن غازي غنطيبوا على نار اللي كتكون متوسطه، كنديروا من الفوق النار كتكون تحت منه حتى كيبدا يذهب شويه مع الجناب، اولا ياخذ واحد اللون اللي شويه مغلوق مع الجناب، وكنهبطوا لتحت باش يتحمر من الوجه ديالو. ما كياخذش بزاف ديال الوقت نهائيا، عنده واحد ما توصلش 10 دقائق كتلقاوه طايب. غير شنو هي ما تفوتوش فيه الطياب بزاف باش ما يقصحش لكم بزاف ويجي قاسح بزاف. غير تشوفوه هكذا ذهب وتحمر شويه اللون ديالو كتخرجوه من الفران. هانتوما كيف ما كتلاحظوا معايا من بعد فاش كنخرجوا من الفران، شوفوا كيفاش كياخذ هذا اللون هذا اللي كيكون موحد ومحمر، ولكن في نفس الوقت راه فتي من الداخل، يعني ما خليتوش تحمر حتى تقرمل بزاف. وهنايا مباشره فاش كنحيدو من لاطا راه كنطفيه في العسل اللي كيكون خفيف واحد شويه، ما خصوش يكون ثقيل بحال العسل ديال الشباكيه باش كيتشربوا لينا المقروط وكيجي معسل حتى من الداخل. وشوفوا معايا داك لاستيس اللي قلت لكم على حساب التمر باش ما يتحرقش لينا، راه كيبقى التمر هكذا معلك ومعسل هكذا مع الجداب، ما كيجيش قاصح نهائيا. بالنسبه للمقروط فضروري ملي تحيدوه من الفران مباشره وهو سخون كتطفيوه في العسل اللي كيكون بارد، يعني المقروط كيكون سخون والعسل بارد. الا برد لكم المقروط فسخنوا العسل وديروا فيها المقروط صافي، وغادي نخليه يتعسل هنايا مزيان ياخذ وقته الكافي باش يتعسل. من بعد عاد كنصفيه من العسل ديالو. واحد الملاحظه بغيت نجاوب بعض الاخوات الجزائريات اللي دائما فاش كندير الوصفه ديال المقروط كيدخلوا عندي كيقولوا لك المقروط جزائري، نتوما المغاربه سراقين. انا ما عمرني ما قلت المقروط مغربي، بالعكس راه المقروط وصفه جزائريه 100%، ولكن حنا الناس ديال المنطقه الشرقيه حتى حنا عندنا المقروط وحتى حنا كنستهلكوه. علاش؟ لاننا حنا في الحدود ديال الجزائر، يعني عادي يكون عندنا نفس الوصفه نفس الثقافه، راه عندنا تشابه بزاف ديال الاشياء. وحتى الناس ديال غرب الجزائر تقريبا كتلقاو عندهم نفس الوصفات اللي عندنا حنا في المغرب، يعني بلا ما نديروا الفتنه بين بعضياتنا على شي حاجه اللي تافهه. المهم صافي من بعد ما ساليت المقروط غندوز دابا نشارك معكم البليغات، العجينه اللي معتمده عندي واقتصاديه. غادي نحتاج فيها انايا 350 غرام ديال الجنجلان، ما يعادل زلافه كبيره تكون عامره مزيان ومقببه. هانتوما كيف ما لاحظتوا معايا يعني الزلافه راه باينه ومقببه. وعندي هنايا زوج زلايف مع عامرينش ديال الدقيق الابيض، كل زلافه فيها 250 غرام، يعني المجموع بيناتهم 500 غرام ديال الدقيق الابيض. انا ما كنديرش قد الجنجلان قد الدقيق. عندي هنايا نص كاس ديال الزبده مذوبه، ممكن تستعملوا مارغرين اولا زبده من اصل حيواني غير كيف صفر بيضه تكون متوسطه، ولا كان عندكم البيض صغير بزاف ديروا زوج ديال الصفار ديال البيض. وعندي هنايا زوج معالق كبار ديال الخل، والخل ضروري في هذه الوصفه دي لان هو اللي كيهشش لينا البليغات. واحد معلقه صغيره ديال القرفه، ممكن تعوضوها بالفاني اولا بحبه حلاوه ولا النافع. واحد معلقه صغيره ممسوحه ديال الخميره الكيماويه ما يعادل 4 غرام. وعندي هنايا خليط ما بين الماء وما زهر باش غادي نجمع به العجينه، ورشيشه ديال الملح دائما لتصحيح الذوق. هنا في واحد الاناء اولا واحد القصريه غندير النواشف اللي عندي كلهم هما الاولين. درت هنا الجنجلان، ضفت عليه الدقيق والخميره وغنضيف القرفه، غادي نضيف حتى الملحه وغادي نبسسهم هكذا مع بعضياتهم اولا نمزجهم مع بعضياتهم. من بعد غادي نضيف داك الزبده اللي ذكرت معكم صافي، وغادي نرجع هكذا نبسس عاوتاني مره اخرى داك الخليط اللي عندي ديال الدقيق والجنجل باش كيتلبس لي كله بالزبده صافي. وغادي نضيف دابا المكونات اللي تبقات لي، الصفار ديال البيض، وغنضيف الخل ونجمع العجين ديالي بالماء وما زهر عادي بحال كنجمعوا اي عجينه عندنا صافي. كيف ما كتلاحظوا معايا كنبدا نضيف هكذا الماء غير شويه بشويه باش ما نزربش في الماء بزاف، لان الا جاتنا العجينه جاريه ما غتساعدناش اننا نشكلوها كيف ما بغينا، وفي نفس الوقت غتجينا البليغات غيجيونا قاسحين بزاف. وبالنسبه للعجينه فكنجمعوها بطريقه عاديه، يعني بلا ما ندلكوها ولا نديروا معاها شي مجهود كبير، ولا غير كتجمع لينا العجينه صافي ما كيبقاش هكذا يبان الدقيق. ديك الساعات صافي كتكون عندنا العجينه واجده. انتم كما لاحظتوا معايا العجينه عندي قاصحه شي شويه ماشي رطبه بزاف. غادي نغطيها بواحد البلاستيك غذائي نخليها ترتاح غير واحد ربع ساعه ولا نص ساعه في الثلاجه. الا كان عندكم الوقت باش تخليوها حتى اكثر غيكون احسن صافي. وغنجبدها باش نشكلها. شوفوا معايا من بعد ما خليتها ارتاحت كيفاش هكذا العجينه قسحت وشدت راسها باش كيجيونا هكذا البليغات هشاشين ما يجيوش قاصحين بزاف صافي. هنايا كما لاحظتوا معايا راه قسمت العجينه على 4 على حسب القياس اللي غنقدر نرققو صافي. وغادي ناخذ واحد شويه ديال الدقيق، غير واحد الرشه
خفيفه ديال الدقيق، وغادي نبدا هكذا نرقق في العجين ديالي بواحد المدلك كيف ما كتلاحظوا معايا حتى كترقق ليا العجينه. ضروري هنايا ما تكون العجينه رقيقه بزاف باش كيجيونا هكذا البليغات رقاق، ما يجوناش هكذا معجنين اولا يجيو هكذا غلاظ، خصهم يجيو رقاق ومقرمشين وهشاشين في نفس الوقت. هانتوما كيف ما غتلاحظوا معايا السمك ديال العجينه راه رقيق، راه ماشي غليظه نهائيا. هنايا غادي ناخذ واحد الورق اللي كيكون طويل بهذا الشكل هذا، درتو على شكل شريط، درت له القياس ديالو 4 سنتيمتر، ممكن ديروا حتى 5 سنتيمتر الا بغيتوا البليغات يجيو كبار، ولكن هكذا كيجيو صغيورين كيجيو ظريفين. وخديت هنايا الجراره ديال الشباكيه اولا القطعه ديال الشباكيه، وكنبدا هكذا نقطع في العجين ديالي باش كندير هكذا واحد الاشرطه اللي كتكون بنفس القياس. خذوا اي ورق متوفر عندكم صافي، وكناخذ هكذا كنقطع هكذا بالطول، وكنرجع عاوتاني نقطع مره اخرى بالعرض باش كنتحصل على مربعات اللي كتكون بنفس القياس وكتكون مقاده وما يكونش حتى عندي العجين شايط بزاف. الا بغيتوا تخدموا بشي قطعه مربعه ولا دائريه تقدروا تخدموا بها، ولكن هذه الطريقه هذه كتكون عمليه احسن. صافي غنحيد دوك الجناب اللي كيكونوا هكذا ما مقادينش، غنديرهم هكذا في واحد البلاستيكه باش ما تنشفش ليا العجينه، وكندوز مباشره باش نشكل في البليغات ديالي. كنظن كلشي راه عارف الطريقه ديال البليغات، كل واحد كيفاش كيديرهم. انا بالنسبه ليا السيده بغاتهم بهذا الشكل هذا العادي الكلاسيكي ديالهم. كتاخذوا هكذا دوك الجناب ديال داك المربع وكتلصقوهم وتزيروهم مزيان مع بعضياتهم، وديما الصباع ديالكم كيكون في الداخل باش كيجيو هكذا البليغات واقفين، يعني ما يجيوش لاصقين مع بعضياتهم. هانتوما كما لاحظتوا معايا طريقه سهله بزاف وجد مبسطه. انا صراحه كتجيني هذه المعسله هذه من اسهل المعسلات اللي كنحضرهم في لي كوموند، كتجيني مسربيه ودغيا كتحضر، ما كتحتاج لا وقت لا مجهود لا حتى شي حاجه. المهم صافي غادي نشكل هاد الكميه اللي عندي كامله بنفس الطريقه، وايضا حتى بالنسبه لذاك العجين اللي تبقى لي حتى هو راه غنديرو بنفس الطريقه كيف ما لاحظتوا معايا، وغنستفهم هكذا في واحد اللاطه باش باش يبقاو هكذا يعني مجموعين. هانتوما كما لاحظتوا معايا. وغادي ندوز دابا باش نقليهم، غير شنو هي في المرحله ديال القلي غنبدا بدوك الحبات اللي درتهم في الاول لان هما اللي كيكونوا شويه ناشفين وشادين راسهم. صافي خديت هنايا واحد المقله درت فيها واحد الكميه كثيره ديال الزيت، درت ديك الزيت حتى سخنت مزيان، ونقصت عليها شويه البوطه، درت لها النار شويه متوسطه ماشي مهيله بزاف وماشي مجهده بزاف. صافي وكنبدا نلوح فيها دوك البليغات ديالي كيف ما كتلاحظوا معايا، وكنخليهم هكذا يتقلاو غير كنخليهم يشدوا راسهم غير واحد شويه، وكنبداو هكذا نحركوهم باش كيجيو هكذا اللون ديالهم موحد، يعني ما يجيوش هكذا محمرين من جهه وجهه لا. كما كتلاحظوا معايا راه كل مره كنرجع نحركهم، كل مره كنرجع نقلبهم باش كياخذوا اللون من كاع الجهات. وصافي هكذا غير كيذهبوا واحد شويه وكياخذوا هكذا واحد اللون اللي كيكون محمر واحد شويه، يعني ما تحمروش بزاف لان غيرجع لهم اللون في العسل، والا تحمروا بزاف وما رقاقين وما فيهمش العجين بزاف غيجيونا مرين. صافي غادي نصفيهم هكذا كما كتلاحظوا معايا بواحد الصفايه باش ما يهزوليش واحد الكميه ديال الزيت، ومن بعد غادي نرجع نوضعهم في العسل اللي كيكون بارد مباشره من المقله للعسل اللي كيكون بارد، والعسل اللي يكون شويه خفيف بحال تقريبا العسل ديال المقروط. ما خاصش العسل تكون ثقيله بحال العسل ديال الشباكيه، وما تكونش خفيفه عاوتاني بزاف. ودائما الزيت ملي كنساليو بها اي قليه كنصفيوها من داك الجنجله، لان داك الجنجله اللي بقى في المقله غيتحرق لينا وغيكحل لينا الزيت ويحرق لينا حتى الزيت. صافي بنفس الطريقه غادي نطيب ديك الكميه اللي عندي كلها ديال البليغات، ومباشره هكذا فاش كنطيبهم كنطفيهم مباشره في العسل كما قلت لكم كيكون بارد. مهم جدا ان العسل يكون بارد، وغنخليهم هكذا في العسل واحد المده، يعني على الاقل خليهم واحد ساعه ولا ساعتين، وحتى الا كان عندكم الوقت وبغيتوا تخليهم حتى للغد خليهم يباتوا في العسل باش كيجيو شادين هكذا العسل، لانه هما البليغات ما كيشدوش واحد الكميه كبيره ديال العسل. داكشي علاش كنبيتوهم في العسل باش كيجيونا هكذا معسلين. انا صراحه ما خليتهمش ليله كامله في العسل، غير واحد ساعتين ولا، وصافي صفيتهم من العسل ديالهم. وانتم شوفوا معايا من بعد ما كيتصفاو من العسل صراحه كيجيو رائعين. وهاد العجينه هذه راه كتخرج كميه كبيره ما شاء الله كما كتلاحظوا معايا. وصافي هنايا من بعد ما ساليت البليغات ديالي غادي نخليهم على جنب، وغادي ندوز دابا باش نحضر معكم لي ميني كنافه اللي غتكون بالنوتيلا. غادي نحتاج فيها هنايا نص كيلو ديال الكنافه على حسب الكميه اللي انا محتاجه. نص كيلو ديال الكنافه كتاخذوها يعني عند بائعي مستلزمات الحلويات، هي كتكون مجمده، فاش كتبغيو تستعملوها كتخليوها ديكونجلا وتخدموا بها. وغادي نحتاج معها هنايا 250 غرام ديال الزبده، من الاحسن تستعملوا زبده حيوانيه
كتذوبوها مزيان مزيان حتى كيحيدوا بها كاع دوك السوائل وداك الحليب اللي فيها. وهنايا عندي النوتيلا اولا شوكولاته الدهن، استعملوا اي نوع كتفضلوا. باش غادي نعمر بها هاد الميني كنافه هادي. اول حاجه غادي ناخذ ديك الكنافه من بعد ما ديكونجلات بطبيعه الحال، اولا تقدروا تفرتوها واخا هي كونجلي راه كتكون ساهله احسن من انها تديكونجلا. وكنحل ديك الكنافه كامله كما كتلاحظوا معايا، حتى الا كانوا فيها هكذا شي طريفات ديال العجين كيكونوا هكذا قاصحين كنقيهم باش كتبقى لي هكذا ديك الشعيرات ديال الكنافه صافيين وما فيهمش دوك الحبات ديال العجين. صافي انا غادي نحلها كامله، الا كنص كيلو كامل غادي نحلو وغادي نخدم بها. هنا حاولت انني نفرقها باش تسهل عليا الخدمه. وهنايا غادي ندوز باش نشكلها. غادي نحتاج هذا القالب هذا ديال الكاب كيك اللي عندي انا الشكل ديالو مربع. ممكن تستعملوا داك القالب العادي اللي كيكون الشكل ديالو دائري، انا غير حيت عندي هذا خدمت بهذا وبصراحه كيجي هكذا زوين في الحطه. صافي وغادي نبدا هكذا نلبسو بهاد الشعيرات ديال الكنافه. انا ما دهنتش القالب لان اصلا الكنافه غادي ندير لها واحد الكميه ديال الزبده يعني ما غتلصقش ليا، وهاد القوالب هادو اصلا ما كيلصقوش. هنايا كناخذ هكذا واحد الكميه ديال الشعيرات ديال الكنافه وكنلبسهم داك الحفيرات اللي عندي في القالب، وكنحاول انني نطلعهم حتى مع الجناب باش ملي ندير الشوكولاته ما تخرجش ليا مع الجناب وتبان بحال محروقه. المهم انا غادي نلبس داك القالب اللي عندي كامل بالكنافه، ودائما كنضغط هكذا في الوسط باش كتجي هكذا ديك الحفيره باينه في الوسط. وغناخذ هكذا ديك الزبده وناخذ هكذا واحد الكميه قليله هكذا ديال الزبده وكنبدا نسقي بها دوك الشعيرات ديال الكنافه. ممكن تلبسوا الكنافه بالاول كاع ديروا لها الزبده اولا ديروا هاد الطريقه اللي درتها انا كتكون اسهل. صافي غادي نسقيهم كاملين هكذا بواحد الكميه ديال الزبده، تقريبا واحد معلقه ديال الزبده مذوبه في كل مربع. وغادي نعاود مره اخرى نضغط عليها مزيان باش كتشد لا فورم ديال داك القالب اللي عندي. وغنعمر دوك الحفيرات بواحد المعلقه صغيره ديال شوكولاته الدهن. بالنسبه اللي ما عندهاش الشوكولاط اولا اللي ما كتبغيش الشوكولاط راه تقدروا تستعملوا اي حاجه كتفضلوا، سواء كراميل اولا زبده اللوتوس اولا تعوضوا بالقشطه ديك الكريمه اللي كنديروها بالحليب والنشا والجبن. المهم اللي كتبغيو تقدروا ديروه. صافي غادي نعمرهم كاملين هكذا بنفس الطريقه كيف ما كتلاحظوا معايا، وغادي نرجع نسد عليهم مره اخرى بالشعيرات ديال الكنافه. كندير هكذا واحد الكميه قليله غير باش يتسد لي هكذا داك المربع وما تبقاش تبان الشوكولاته هكذا من الفوق. وغنرجع مره اخرى نسقي ديك الكنافه اللي درتها من الفوق بالزبده مذوبه تقريبا واحد معلقه كبيره هكذا في كل مربع كيف ما كتلاحظوا معايا. صافي ومن بعد ما كندير لها الزبده غادي ندخلها دابا للفران. الفران كيكون ديجا مسخن من قبل، النار كتكون مهيله ما خصهاش تكون مجهده باش طيب لينا الكنافه حتى من الداخل باش ما تجيش محروقه غير من برا ومن الداخل تبقى معجنه. غادي ندخلها من الفوق كما كنقول لكم انا عندي فرن غازي، النار كتكون تحت منها واحد المده ديال 10 دقائق حتى ل 12 دقيقه على حسب الفران اللي عندكم. ومن بعد كنهبطها لتحت غير واحد 3 دقائق ولا باش تحمر شويه من الوجه ديالها. كما كتلاحظوا معايا من بعد ما كطيب هانتوما كيكون هذا هو اللون ديالها. ما تخليوهاش تحمر بزاف باش ما تبانش بحال محروقه، المهم تكون طايبه وطايبه حتى من الداخل. انا غادي نزولها بداك المول وغادي نعسلها في لاطه اخرى لانني غادي نرجع نخدم داك المول مره اخرى. الا درتو كميه قليله تقدروا تعسلوها غير في نفس المول اللي خدمتو فيه. صافي وغادي نبدا كدا نسقيها بالعسل اللي خففتو بواحد شويه ديال المزهر. خديت غير العسل سخنته ضفت له واحد نص كاس ديال المزهر وكنبدا نسقيها هكذا بالعسل. ممكن تسقيوها بالسيرو ولكن العسل كيبقى احسن، اقل حلاوه وفي نفس الوقت كيخليها تبقى مقرمشه مده طويله. وصافي هنايا من بعد ما ساليتها خليتها واحد ربع ساعه في ديك اللاطه باش تشربات هكذا داك العسل لان هي بسرعه كتشرب العسل ما كتديش لينا وقت طويل. غادي نستفها هكذا في واحد البلاطو من بعد ما فرشت لها هاد لي كيسات هادو ديال الدونتيل. ومن بعد غادي نزينها من الفوق بواحد شويه ديال البيستاش اللي كيبقى هكذا اختياري. ممكن ديروا اللوز من الفوق اولا ديروا خطيطات ديال الشوكولاته من الفوق، كيبقى داكشي اختياري. انا بالنسبه ليا درت هنا شويه ديال البيستاش مهرمش باش زينتها هكذا من الفوق. وكان هذا هو الشكل النهائي ديال الطلبيه ديال اليوم من بعد ما ساليتها. صراحه كلشي كان زوين كلشي كان في المستوى، كنتمنى حتى نتوما يعجبكم. المقروط هو هذا من بعد ما استفتو كيف ما كتلاحظوا معايا كيجي رائع شكلا وفي المذاق ما نعاودش لكم كيجي هشيش ومرمل ومعسل من الداخل. هاد الكميه اللي شاركت معكم راه عطاتني كيلو ونص، كنخرجوا ب 60 درهم للكيلو. اما بالنسبه للبليغات فتا هما كيجيو رائعين هشاشين ومقرمشين في نفس الوقت. راه خرجت منهم 2 كيلو. العجينه اللي شاركت معكم راه كتخرج 2 كيلو عبار، كنخرجهم
ب70 درهم للكيلو. شوفوا معايا كذا كيفاش كيجي الشكل ديالها رائع، نفس الشكل ونفس السمك، كتجي رائعه. اما بالنسبه للميني كنافه فهي كتجي خطيره شكلا ومذاقا، ما تشبعوش منها. اللي داقها عندكم غيعاود يطلبها مره اخرى. بالنسبه للثمن ديالها فانا كنخرجها بالحبه بهذا الحجم هذا وبهذا الحشوه هذه، كنخرجها ب10 دراهم للحبه. هنايا راه خرجت 20 حبه، ولكن راه كانت خرجت ليا اكثر، يعني تقريبا عطاتني شي 24 حبه. راكم عارفين مع الوليدات كيبغيو هذا الشيء ديال الحلاوه، كلاوهم قبل ما نصور لكم. وهنا قبل ما نسالي معكم الفيديو بغيت نشارك معكم المقروط باش تشوفوا كيفاش كيجي هكذا، واخا راه طايب في الفران، كيفاش كيجي مرمل ومعلك ومعسل في نفس الوقت. يعني ما تقولوش راه غيجي قاسح ولا راه كيجي رطب، بالعكس احسن من ديال المقله. وهنا الفيديو ديالي غادي يسالي. كنتمنى اخواتي تكونوا استفدتوا معايا. نخليكم دابا الى فيديو جاي ان شاء الله. الى اللقاء.